راسك فوق، ايوه زي البرنسات كده لفوق، وريني ومادد ايدك، وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. بيعايرونا بفقرنا، بس انا مش هسكت. كل سنة وانتم طيبين. مفيش أحلى من فرحة لمتنا في رمضان، بس الأحلى بقى تفطر غيرك، تفرح غيرك. ودور بنك الطعام المصري انه يقربنا من بعض. شارك بزكاتك وصدقاتك مع بنك الطعام المصري. ساعدنا نفرح ملايين الصايمين طول الشهر الكريم. ودور بنك الطعام المصري انه يقربنا من بعض. في ايه؟ شارك مع جمعية الأورمان في توفير كرتونة رمضان. والآن أدعو اللواء ممدوح شعبان مدير مؤسسة الأورمان فليتفضل. أنا بقول مفيش حد في مصر فقير. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا دخلونا في أمة ذات عوز. خد ثواب إفطار صائم وساعدنا نضمن لهم فطار في رمضان. عارفين أمة العوز؟ أمة الفقر. تخيل كسرة النفس، إزاي أسرة فقيرة هتفطر بطبق زي ده في أول يوم رمضان؟ محدش قالك إنك أنت فقير قوي. بس أكيد طول ما عددهم كتير مشاكلهم هتكون أكتر. ما لم النمو السكاني ينخفض صدقوني لن نشعر أبدا. في رمضان إيدينا في إيدين بعض نحقق لهم جودة حياة أحسن. يعني أنا بخاف أتناقش مع سيادتك لأني بطلع كل فلوس الجمعية. طب بعد اذنك بقى انا عايز فلوسك شغلتها وخسرت معايا. عشان عارفين انك بتدبها وبتندب بعدها، لاكتال راي بالبروبايوتكس هيساعدك على الهضم. القبض على نجل رجل الأعمال صفوان ثابت. رجل الأعمال صفوان ثابت هو صاحب شركة جهينة، شركات الأغذية والمشروبات في مصر، وذلك انتقاما منها لرفضهما التنازل عن حصتهم لصالح جهة حكومية. هتتجني ده الفقير يدفع أكتر ولا الغني تفتكر؟ المفروض الغني، ولكن الفقير بيدفع أكتر. هقول لك ليه، استنى بس. احنا مستنيين ايه يا جماعة؟ الأستاذة لسه مش جاهزة. وايت فيل، حمام مش عادي. والله الدنيا زي الفل. حظك حلو إن أنا بتصور هنا في مدينتي. هنا أحلى مكان في الدنيا دي وما شفتش زيه في يوم. في العاصمة الإدارية الجديدة ويستخدمونا ناكل بعضنا البعض. يقول لك خلي بالك ده مش سائل فيك، خلي بالك دول مش واخدين بالهم منكم، خلي بالك ده ما بيأكلكش، خلي بالك ده ما بيعلمكش. بس ما قالكش خلي بالك انك انت فقير قوي. محدش قالك انك انت فقير قوي. لا، يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي، فقراء قوي. اسمع الكلام، اسمع الكلام. احنا بنقول لكم المرض يبقى احنا هنصمد، يبقى احنا هنكافح، يبقى احنا هنبني، يبقى احنا هنقول لهم ان رغم فقرنا البلد مليانه فلوس اهي، والبلد مليانه ناس معاها فلوس، واللي احنا بنقوله ده عن معاناه الناس ده كلام فارغ. المصريين معاهم فلوس كتير سواء كانوا مستثمرين او حتى مواطنين عاديين. في فلوس تحت البلاطه والناس عايشه. وتعالى شوف واتفرج يا سيدي. انتوا شايفين اللي مؤاخذه المليارات زي الكوتشينه. المليارات يا دكتور مصطفى زي الكوتشينه. كأن مصر او المجتمع المصري في حاله من الرفاهه الاقتصاديه والاجتماعيه، وان الناس معاها فلوس وان مفيش ازمه. هتبقى مش لطيفه كامل لو قلت ان الجيوب اتملت؟ مش لطيفه؟ لا بجد. لا يا فندم. عايزين بقى ننظم الموضوع شويه عشان نعرف كل واحد بيطلع كام اخر الشهر، عشان نقسم الارباح بينكم فين. 5 بالحب. المليارات زي الكوتشينه. محدش قالك انك انت فقير قوي.